أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم تالتة ثانوي 2021. الفيديو بتاع النهاردة هنحل فيه Grammar Unit 5. قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك عشان توصلك الفيديوهات اللي جاية أول ما تنزل. بدايتنا صفحة 166. أول جملة بيقول It was not interesting book that I couldn't put it down. كان interesting book يعني صفة وموصوف لدرجة إني ما قدرتش put it down يعني أسيبه من إيدي. هنا الصفة والموصوف يبقى عايزة such، وهنا البوك مفرد يبقى such an interesting book. هختار an هنا علشان interesting بادئة بالنطق اللي هو بيقول interesting، الصوت نفسه متحرك، يبقى such an interesting book. They are not good friends that they have never had an argument. نفس الفكرة good friends صفة وموصوف، ولكن الموصوف هنا عندي جمع، يبقى they are such good friends من غير a ولا an. When I have finished painting the bathroom I'm going to do the kitchen برضو، يعني بعد ما اخلص دهان الحمام هروح ادهن المطبخ برضو. يبقى هنا عايز يقول لي to ولكن بمعناها ايضا وليس بمعنى كثير جدا. تمام، I'm going to do the kitchen too. There are not few wolves left that we have to protect them. هنا هتقولي اهو صفة وموصوف few wolves يعني ذئاب قليلة، هقولك هي صفة وموصوف، ولكن few احنا اتعلمنا مع بعض في الشرح انها ما بتاخدش غير so، ما بتاخدش such، يبقى there are so few wolves left. few و little و many و much والحاجات دي ما بتاخدش غير so، ما بتاخدش such، ناخد بالنا من الحتة دي. She has reached the age of 22. She is not to decide for herself. يعني هي عمرها عدى 22 سنة، إذن هي كبيرة بشكل كافي إنها تقرر لنفسها، محدش يقرر لها قراراتها يعني، يبقى she is old enough كبيرة بشكل كافي. It was not expensive piece of jewelry that it was kept in a safe. بيقول كانت قطعة مجوهرات غالية جدا لدرجة إنها محفوظة في خزنة. طيب expensive piece of jewelry أدي صفة وموصوف، يبقى أنا عايز أقول such an expensive. هتقولي بس jewelry uncountable، هو الراجل هنا جابلك piece of عشان يعملها countable، فأنت بتقول such an expensive piece يعني قطعة واحدة غالية. طيب It's not nice weather. Do you want to go for a walk? يعني بيقول الجو جميل، تحب تطلع تتمشى؟ بس ناخد بالنا إن weather uncountable فما بتاخدش a ولا an، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون It's such nice weather، ادي صفة وموصوف. The program had been not organized that it finished in time without delay. يبقى هو كان منظم جدا لدرجة إنه خلص في ميعاده، يبقى so organized that دي صفة من غير موصوف. He wasn't not to face all his responsibilities. هو ما كانش شجاع بشكل كافي، wasn't خدوا بالكم إنه يواجه مسؤولياته، يبقى he wasn't brave enough. It was not for the doctor to do anything. The patient had died. يعني الدكتور ما كانش في ايده حاجة يعملها لأن ال patient had died يعني مات بالفعل. مادام هو مات بالفعل يبقى الموضوع كان too late for the doctor to do anything، يعني متأخر جدا لدرجة إنه ما يعملش. الفعل هنا هيدي النفي، يبقى too late to do يبقى متأخر جدا لدرجة إنه ما يعملش أي حاجة. خلاص الوقت فات لأن ال patient already died، فالدكتور مش هيعرف يعمل حاجة. He speaks not quickly that I can't understand him. quickly حال بس من غير حاجة بعدها، يبقى he speaks so quickly that. طيب It was not a violent match that the referee sent off 3 players. صفة وموصوف والماتش يعد، يبقى such a violent match عنيف. She's got many dresses that she can't decide which one to put on.
هنا بيقول عندها dresses كتير لدرجة إنها مش قادرة تقرر هتلبس أنهي واحد، بس عندنا many ومني بتاخد so فقط، يبقى she's got so many dresses. خدوا بالكم من نقطة إن أنا لما بقول بتاخد so فقط في حالة إن أنا بختار ما بين so و such، لكن لو الجملة عايزة to مثلا عادي ينفع to many مفيش أي مشكلة. لكن لو أنا بختار ما بين so أو such عشان مثلا في ذات عندي وباقي الجملة معناها هيبقى مظبوط، في حالة many و few و much زي ما قلنا هنختار so مش هنختار such. بلال is not to carry the table، يعني هو قوي إنه يقدر يحمل الترابيزة. طيب قوي بشكل كافي إنه يحمل الترابيزة ولا قوي جدا لدرجة إنه ما يقدرش يحمل الترابيزة؟ طبعا أكيد strong enough، قوي بشكل كافي تخليه يحمل الترابيزة. عمرو is not to be a basketball player، هل عمرو is tall enough to be a basketball player ولا too tall to be a basketball player؟ نفس الجملة اللي فوق، هل انت لو too tall او طويل جدا 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 هتقدر تلعب ولا مش هتقدر؟ هتقدر عادي وهتبقى متميز كمان. لكن too tall to play او to be يبقى معناها ان انت طولك ده هيمنعك، يبقى ده غلط، يبقى هي tall enough to be a basketball player. بعد كده بيقول لي there were not many people at the fast food restaurant that they had to wait in a queue. نفس الفكرة many يبقى so many people. It's not stormy weather that the plane is delayed، يبقى أنا عندي صفة وموصوف وعندي weather لا يعد، يبقى it is such stormy weather. Shadi isn't not to join the faculty of medicine. isn't منفية، هل isn't too clever يعني هتنفي وبعدين تنفي تاني ولا isn't clever enough؟ تمام، isn't clever enough يعني مش ذكي بشكل كافي إن هو يقدر يدرس في كلية الطب. طيب it's not noisy for me to do my homework، يعني الدنيا دوشة عليا قوي لدرجة إني ما أقدرش أعمل my homework. It's too noisy يعني دوشة زيادة عن اللزوم. عمر looks not to do any further work. looks exhausted enough to do. exhausted معناها منهك أو مرهق جدا. هل هو يبدو عليه مرهق بشكل كافي إنه يخليه يعمل شغل أكتر؟ ولا so exhausted to ولا very exhausted to ولا too exhausted to؟ مرهق جدا لدرجة إنه ما يعملش. to بتدي المعنى السلبي أو بتدي النفي، يبقى هو looks too exhausted لدرجة إنه ما يقدرش يعمل أي further work أو عمل زيادة عن كده. طيب it was not cold that we couldn't feel our fingers، يعني كان الجو برد جدا لدرجة كذا، وهنا عندي الصفة بس يبقى it was so cold that. طيب our teacher has not voice that every student can hear what he says، يبقى صوته عالي. هنا بعض النقط جايب لي voice اللي هو الموصوف وجاب لي الصفة في الجمل. هل أقول so loud voice ولا such a loud voice ولا enough voice ولا too loud voice؟ طبعا أنا بختار بين so such، وبما إنه صفة موصوف هيبقى such a loud voice. طيب all of us are not to see over the wall، يبقى احنا قصيرين جدا لدرجة اننا ما نقدرش نشوف فوق الحيطة. وليه انا هنا بترجم بالطريقة دي؟ لانه جاب لي فعل short، وبعدين جاب لي هنا بيقول لي see over the wall يعني نبص فوق الحيطة او نبص من خلال السور مثلا او كده. فمعنى الكلام ان هو عايز يقول احنا قصيرين قوي على ان احنا نقدر نعمل الحركة دي، يبقى we are too short to see. طيب طارق is not friendly person that everyone likes him. friendly person صفة موصوف يبقى is such a friendly person. such a و person مفرد. Sometimes I worked not hard that I had to work until late at night. hard هنا يعني باجتهاد أو بجد، يبقى I worked so hard that. ماشي. There are times when you can't work not to live comfortably. الجملة دي موجودة في الريدنج بالنص،
وهي you can't work hard enough to live comfortably. ومعنى الجملة إنك أحيانا بيجي عليك وقت مهما تتعب في الشغل ومهما تشتغل بجدية جامد أو جدا برضو ما بتقدرش تعيش عيشة مرتاحة. يبقى you can't work hard enough. hard بشكل كافي يعيشك مرتاح، مهما بتتعب مش قادر برضو تعيش مرتاح. يبقى you can't work hard enough. I worked not long hours that I didn't have any time to myself. long hours صفة وموصوف hours جمع يبقى such long hours. طيب other freelance workers find doing their accounts not difficult for them to do. عايز يقول صعب عليهم لدرجة إن هم ما يقدروش يعملوه. too difficult for them to do. جملة reading برضو. The exercise was not easy that I finished it in 2 minutes. يبقى هو كان سهل جدا ودي صفة بس يبقى so easy that. طيب Rami is not to make very few mistakes. مادام أنا هعمل mistakes قليلة يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا careful. الفعل اللي هو الصفة اللي هو جابها لنا أنا حريص. طب هل أقول Rami is careful enough to make few mistakes ولا too careful to make؟ سيبك من الاختيارات التانية. هل هو هقول حريص جدا جدا لدرجة إنه ما يعملش وبعدين few mistakes، ولا حريص بشكل كافي لدرجة إنه يعمل mistakes قليلة؟ طبعا حريص بشكل كافي، لأن أنا هنا مش عايز أنفي الجملة. هو الراجل قالك few mistakes يعني mistakes قليلة خالص، فأنت مش عايز تدي معنى منفي، أنت عايز تدي معنى إيجابي. وعايز يقول هنا إن هو careful بشكل كفاية أو حريص بشكل كفاية يخليه ما يغلطش كتير. مفيش حد بيبقى too careful زيادة عن اللزوم، مفيش حد بيبقى كده. طيب The question is not for the little boy to answer. يعني صعب عليه إن هو يجاوبه. وخدوا بالكم to answer دي هي الرابط التاني اللي هو هنا هختار too difficult for him to answer. هو ولد صغير والسؤال صعب جدا عليه لدرجة إنه ما يقدرش يجاوب. الجملة اللي بعد كده بيقول لي It's not amazing play that you can't miss it. play يعني مسرحية هنا وأنا عندي صفة وموصوف يبقى it's such an amazing play. an amazing وplay مفرد. طيب they are not long questions that we don't have time to answer them all. long questions صفة وموصوف وجمع يبقى they are such long questions. It wasn't not to see any stars in the sky. نركز في الجملة دي مع بعض. هل انت عشان تشوف النجوم في السماء محتاج السماء تكون منورة ولا محتاج السماء تكون لونها اسود؟ النجوم هي اللي بتنور، فانت عشان تشوف النجوم بوضوح بتشوفهم والدنيا ضلمة. عايز افاجئك اقولك ان النجوم مكانها ثابت بس انت بالنهار ما بتشوفهاش لانك ببساطة الشمس نورها عالي وهم مش باينين منها. تمام؟ يبقى انت عايز الدنيا تكون دارك، وكل ما الدنيا بتكون دارك اكتر كل ما انت بتشوف النجوم بوضوح اكتر. يبقى it wasn't not to see any stars in the sky. هل it wasn't too dark to see ولا it wasn't dark enough؟ تعال نترجم. هل هي ما كانتش ضلمة قوي زيادة عن اللزوم لدرجة اني ما اقدرش اشوف، ولا هي ما كانتش ضلمة كفاية علشان اشوف؟ بالظبط كده it wasn't dark enough. ما كانتش ضلمة كفاية عشان أتمكن من إني أشوف النجوم في السماء. وما تنساش dark اللي هي الصفة بتيجي قبل enough مش بعدها. طيب the food in that restaurant is not that we go every week. يبقى هو كويس لدرجة إن إحنا بنروح كل أسبوع، وأنا هنا كويس اللي هي الصفة بس من غير موصوف يبقى is so good that. تمام. It was not long game that we didn't finish it until 10 o'clock. يعني كان جيم طويل لدرجة ان احنا مخلصناهوش لغاية الساعة 10. طيب long game صفة وموصوف يبقى it was such a long game. ماشي. That salad was not nice that I'll ask the restaurant for the recipe. يعني كانت كويسة جدا أو حلوة أوي لدرجة إني هطلب منهم الخلطة أو الريسبي أو المقادير أو whatever.
يبقى أنا هقول was so nice that. ماشي. The stadium is not to hold 50,000 spectators. hold هنا معناها يضم أو يبقى جواه، يعني 50,000 spectator يعني متفرج. يبقى أنا عايز أقول إن الاستاد كبير بشكل كافي إنه يضم، مش هقول عليه كبير جدا جدا لدرجة إنه ما يقدرش يشيل 50,000 واحد. تمام؟ يبقى is big enough to hold 50,000 spectators. طيب today is much not hot to play tennis outside. عايز أقول الجو برا حر لدرجة إني ما أقدرش ألعب outside. مش أنا طالب الجو إنه هو يكون حر عشان أقدر ألعب، لأ، كل ما يكون حر كل ما أنا هبقى مش قادر ألعب من كتر الحر. يبقى هو too hot to play. تقولي طب إيه ماتش دي؟ قالك عادي، في ماتش وفي فار وفي حاجات كتيرة ممكن تيجي قبل to، وكل اللازمة اللي هي بتعملهم إن هي بتزود الأفورة، يعني بتحسسك إن هي أكتر وأكتر كمان. Elephants are not powerful that they can push over trees. push over يعني يوقع، يبقى هما أقوياء جدا، و powerful دي الصفة، يبقى so powerful that. ماشي. This is not old tree that it's amazing it's still alive. يا لها من شجرة قديمة، أو هي شجرة قديمة جدا لدرجة إن الموضوع مدهش إنها لسه alive، لسه ما ماتتش. طيب صفة وموصوف، يبقى this is such an old tree لدرجة إن هو شيء مدهش إن هي لسه عايشة. Nobody has been to the top of this mountain because it's not dangerous to climb. الموضوع خطر جدا إنك تتسلق، أو الجبل ده خطر جدا إنك تتسلقه، يبقى it's too dangerous to climb. I wanted to buy a new phone but it was too expensive for me to buy. ناخد بالنا من الحتة دي، عدت جملة برضو مكتوبة بالشكل ده من شوية. لما بيقول for me or for her أو whatever، الحتة الزيادة دي ما بتغيرش في التركيبة بتاعتنا احنا كقواعد بتاعت الوحدة دي، ولكن معنى for me يعني غالي عليا، for her يعني غالي عليها، وهكذا. يبقى too expensive for me to buy غالي جدا بالنسبة لي إن أنا أقدر أشتري. نركز for me. طيب علا is not intelligent that she passed the exam easily. intelligent دي صفة فقط، يبقى is so intelligent that. طيب حمدي is not a strong man that he is very good at weightlifting. weightlifting اللي هو رفع الأثقال، و strong man دي صفة وموصوف، يبقى he is such a strong man. طيب هنا didn't feel not to come to school. ما حسيتش، خدوا بالكم انها منفية، ما حسيتش انها كويسة عشان تيجي المدرسة، يبقى ما حسيتش انها كويسة كفاية well enough to come to school. ما كانتش well enough انها تيجي المدرسة. He's got a little patience with the children that he can't be a teacher. عنده patience قليل، يعني صبر قليل جدا لدرجة that ما يقدرش يبقى مدرس لأنه محتاج صبر. يبقى he's got so little patience. هنا little زي many وزي few وزي much بتاخد so ومبتاخدش such، برغم ان هنا little patience صفة وموصوف، ولكننا هنضطر نختار so مع little. ماشي. My brother was not interested in the match that he waited 5 hours to watch it. Interested هنا صفة من غير موصوف. Interested in the match كلها هي الصفة، يبقى he was so interested that. بعد كده بيقول لي I am too busy to work every day، وعايز الفعل يذهب go، يبقى I am too busy to go to work every day. أنا مشغول جدا لدرجة إني ما أقدرش أروح الشغل كل يوم، شغلكم ده ما يلزمنيش في حاجة، أنا مش فضيله. طيب he pays not little attention to what I say that it makes me angry. يعني بيديني اهتمام قليل جدا لدرجة إن الموضوع ده بيعصبني أوي. نفتكر إن little بتاخد so مش such. little attention يعني اهتمام أو انتباه قليل. طيب
There wasn't not for 3 more people to come with us in the car. مفيش مساحة أو مفيش مكان ل3 أشخاص تاني يجوا معانا في العربية. There wasn't enough room. ما كانش فيه مساحة. room هنا يعني مكان أو مساحة كافية ل3 تاني إنهم يجوا معانا. طيب I have got so much work to do and أحمد has وأحمد عنده برضو has to. هو كمان عنده so much work to do. طيب It was not for us to go skiing. skiing اللي هو التزحلق على الجليد. مادام كده يبقى أنا محتاج جليد صح؟ طيب هل أقول it was so icy for us to go ولا icy enough for us to go ولا too icy to go؟ هل هي لو too icy يعني فيها تلج كتير كده مش هنعرف نعمل skiing؟ لا هنعرف، لأن كل ما الايسي يزيد كل ما السكينج ينفع أكتر. فاحنا هنا عايزينها icy enough for us إن احنا نقدر نتزحلق عليه، يعني هي تكون فيها جليد بشكل كافي يكفينا إن احنا نقدر نعمل skiing. طيب It was not day that I went to bed early. يعني كان يوم متعب. هل هقول it was so tiring a day, so a tiring day, such tiring day ولا too tiring day؟ هتقول لي صفة موصوفة اختار such. اقول لك ركز أنا day مفرد المفروض تبقى such a tiring day ومش موجودة، يبقى أنا عندي so tiring a day دي صيغة مظبوطة بتنفع ان انا استعمل so tiring وبعدين وبعدين الموصوف ينفع. طيب she's not creative person that she can solve any problem. creative person شخص مبدع صفة وموصوف، يبقى she is such a creative person لدرجة انها تقدر تحل اي مشكلة. طيب it was an interesting book that I recommended it to my son. برضو أنا عندي هنا صفة وموصوف وكاتب لي الآن قبلها كمان كتر خيره، يبقى it was such an interesting book. طيب it was a boring film that I fell asleep. نفس الفكرة such a boring film. طيب the river isn't clean for fish to live in. يعني مش نظيف كفاية للأسماك إن هم يقدروا يعيشوا فيه. ودي كانت آخر جملة معانا في يونت 5. الفيديو بتاعنا كده خلص، ما تنساش تشيره مع زمايلك عشان كل الناس تستفيد، وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية في يونت 6.